السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داخل كنيسة السيدة العذراء بدير السيدة العذراء بالجنادلة في جبل الجنادلة الغربي في مركز الغنايم في محافظة أسيوط. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب أي حاجة من السيدة عائشة وتيجي لهنا عشان نتكلم مع بعض عن الدير الأثري الجميل بتاعنا. احنا دلوقتي داخل الكنيسة وصورنا قبل كده في كنايس هي كانت منحوتة في الجبل زي ما احنا شايفين. دي كلها كانت مغارات من عصر مصر القديمة، يعني زي المغارة اللي في جبل درونكا في دير درونكا، قلنا من سنة 1500 قبل الميلاد. صورنا برضو في الكنيسة اللي هي كنيسة الجبل اللي في دير أبو حنس في المنيا. وفي لو حد راح ولسه هنعرض لكم الفيديو صورناه اللي هو دير ماريمينا العجايبي المعلق اللي موجود في المعبدة في مركز أبنوب. كلها كانت مغارات مصرية قديمة زي ما احنا شايفين كده، اتنحتت. كانت الحاجات دي بتستخدم كمحاجر، بياخدوا الحجارة من هنا ويستخدموها المصريين القدماء في عمارة بقى المعابد بتاعتهم. واحنا بالمناسبة احنا عاليين، يعني طلعنا مسافات اقل حاجة بنطلع حوالي 100 متر، لان هو مش عالي بالنسبة للفيضان. هو لما كان بيجي الفيضان المراكب بتبقى قريبة جدا، فهو علشان كده كان بينزل الحجارة يحطها في المراكب وقت الفيضان، والمية بقى ايه تمشيها وتبقى بسهولة. وده اللي خلى العائلة المقدسة، لان بيقال ان العائلة المقدسة برضو جت هنا هم استخدموا المراكب وجم قعدوا في المكان ده. وبعدين القديس مكروفيوس اللي هو قدامنا ده اللي عمل المكان كنيسة في القرن السادس. من الوقت ده بقى كنيسة من القرن السادس الميلادي، لأن كل الأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة زي ما احنا قلنا هتبقى مقدسة. واترسمت بقى الرسومات اللي قدامنا دي يعني الفن المسيحي كلها حاجات من القرن الثامن للعاشر الميلادي. بصوا هنا عندنا برضو إنبل من الحجر، وده نادر، اللي هو زي المنبر في الجامع ويبقى اسمه البيمة في المعبد اليهودي. الفريسكو هو الرسم بالألوان المائية على الجص وهو لسه لين. كل دي رسومات فريسكو، صور بقى وتصاوير للقديسين والملائكة والسيد المسيح. يعني ده السيد المسيح مع تلاميذه. بس ركزوا كده في كل الصور وهنلاحظ حاجة دلوقتي قلناها قبل كده. بصوا برضو هنا ده ملاك من الملائكة اهو، والسقف كمان. بصوا برضو هنا في ملاك اهو. اللي حصل بقى ان في ناس كانت بتيجي في الاماكن دي من العربان، كانوا بيسكنوا فيها، لان في اوقات قبل ما هي تبقى كنيسه او حتى لما بقت كنيسه واتهجرت بعد كده، فبيجوا هم بيعيشوا هنا فبيعتبروا ان الحاجات دي الرسومات دي حرام. فلذلك هو كان يعني بيسيب الرسمه بس كان بيشيل الوش زي ما احنا شايفين اهو. هنلاقي كل الوشوش مزاله عن عمد اهي. كنيسه كامله فيها الشرقيه بتاعتها، اقدس مكان في الكنيسه لان في الاتجاه ده كده الشرق. ده الهيكل او جوه المائده الكهنوتيه اهو. منظر هنا برضو جميل لعنخ اللي هو مفتاح الحياه. وهنا المعموديه بتاعت الكنيسه تستخدم في التعميد. في جنبنا برضو كنيسه اتعملت في القرن ال18، يعني من العصر العثماني. احنا قلنا دي من القرن السادس، يعني حتى دي من قبل الاسلام الكنيسه دي. عايزكم بس تشوفوا التصاوير. في برضو رسمه هنا بس هي ورا الصوره، الاخ مينا وريها لي. بصوا
كلها كانت زي ما احنا قلنا فريسكو. الكنيسة اللي جنبنا هنطلع نشوفها، اللي قلنا من القرن ال18. بس نبص على الخريطة دي. هنا الخريطة اللي فيها رحلة العائلة المقدسة. هم جم من، قلنا من مكتوب أورشليم ده، والسيد المسيح والسيدة العذراء والقديس يوسف النجار هربا من هيرودس اللي هو حاكم فلسطين علشان كان هيقتل الطفل، وجم عندنا على مصر. قعدوا 3 سنين و9 شهور، مروا بأكتر من 20 مكان، يعني في روايات قالت حوالي 29 مكان. في بقى الرواية بتقول إن هم كان آخرهم، شفتوا دير درونكا اللي احنا صورناه في الحلقة اللي فاتت، دير المحرق للأسف أنا معرفتش أدخله، بس إن شاء الله ندخله بعد الصيام لأن هم قافلين مدة الصيام، يعني هيفتحوا بعد شم النسيم. دير العذراء بقى في درونكا ده اللي احنا رحناه، بيقال إن ده كان آخر محطة ليهم. أهو احنا كل ده في أسيوط، ده في محافظة أسيوط. ان هنا جاء بقى الاشاره ان الملك مات في فلسطين، فان العائله المقدسه ترجع تاني. لكن في روايه تانية بتقول ان هم لا، كملوا لغايه الجنادله، لغايه المكان اللي احنا فيه ده، وقعدوا في المغاره اللي جوه دي. يعني قلنا الروايتين دي. الكنيسه الجديده اللي هي من القرن ال18، القديسين بطرس وبولس. هنا الكنايس بقى هتلاقوا ايه، يعني التخطيط مش هيبقى واضح فيها قوي البازيليكي ولا القبطي. ليه؟ لان احنا بنتكلم عن ان احنا في قلب مغاره، فهو اللي بيحكمه هو الجبل اللي احنا شايفينه ده. بص، يعني عايز اوري لكم بقى الجبل من بره خالص والمدينه. احنا قلنا ان احنا في غرب المدينه، غرب اسيوط. شوفوا احنا مرتفعين قد ايه، فكلها مغارات في حضن الجبل. يعني لو فهمنا كنيسة واحدة أو اللي زار دير واحد هيقدر يفهم التخطيط. حاجات كلها من مصر القديمة استخدمت بعد كده ككنايس وأديرة. وده الارتفاع اللي احنا عليه. نتمنى ان احنا نكون ضفنا لكم معلومة جديدة وأثر جديد. ما تنسوش تعملوا شير، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وأثر جديد من آثار الصعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.